السلام الزينات، السلام الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبداو في الفيديو فضلا وليس امرا ما تنساوش اللايك والاشتراك اللي مازال ما اشتركوش والبارتاج مع الاهل والاصدقاء. ما زلت مع الوصفات فرن الحطب ولا الكوشه تاع العرب البنات، وفي نفس اليوم اللي درت فيه الكعك التيارتي استغليت هذاك الجمر باش ما يروح ليش هكاكم عارفين الحطب ما كانش الكوشه حاميه تسخف البنات، على بها درت العشاء خفيف فضري. الوصفه هذه تسحقوها في الصيف تجي هايله بالبزاف، تجي كريميه وما يجيش هذاك الروز المعجن الداخل، يجيش هذاك الروز اللي نقولوا حنايا ناشف بلوكا. روز هايل بنين بالبزاف كريمي، جاء روعه في الروعه. ديروه باللحوم اللي عندكم، وحتى تقدروا ديروه فقط بالاجبان ولا بلا كريم بيشاميل ولا كريمه الجبن فقط البنات، وتجيكم روعه في الروعه. نبداو في المقادير وطريقه التحضير. في طاجين صغير ولا كسرونه حطوا 4 كيسان نتاع الماء، وضيفوا لهم 2 كيسان تاع الرز، ضيفوا شويه فلفل اسود شويه ملح وشويه زيت، وكي يغلوا البنات ضيفوا نصف ملعقه نتاع الزبده. ما تنقصوش النار، خلوها على نار عاليه حتى تشوفوا باللي الماء خلاص تبخر، بقى غير شويه. نقصوا النار، حطوها وخلوها حتى كي كامل هذاك الماء يتبخر. الرز اللي وجدناه 2 كيسان بلون دو بولي ولا صدر الدجاج، تقدروا تستغناو عليه. بنثلث فصوص تاع الثوم، نص حبه نتاع البصل، 3 ملاعق نتاع الزيت، كريمه سائله او جبن مثلثات او جبن شاف تقدروا تستعملوهم في 3 الى عندكم، فلفل اسود والملح. هنايا في لاصوص بيشاميل عندي نصف لتر نتاع الحليب، ملعقه كبيره معمره مليح نتاع الزبده، 2 ملاعق كبار نتاع الفرينه. والاجبان استعملوا اللي حبيتوا، كيما انا راني درت فروماج روج، تقدروا تستعملوا الجبن مثلثات، كيما تقدروا تستعملوا شيدر، تستعملوا موتزاريلا، واذا ما كانش استعملوا صوص بيشاميل وحدها. فلفل اسود والملح. نبداو في تحضير صوص البيشاميل. في كسرونه ولا طاوه نحطوا فيها ملعقه معمره مليح نتاع المارغرين، نخلوها حتى كي تذوب. نضيفوا ملعقتين معمرين نتاع الفرينه، نخلطوا المكونات على نار قليله حتى تولي لنا عجينه متماسكه. هنا حبيبتي نضيفوا الحليب، نضيفوا نصف الكاس نتاع الحليب، نخلطوا حتى تكون لنا عجينه متماسكه. نضيفوا كل الكميه حتى نشوفوها ثاني تكونت لنا عجينه يعني رخوه شويه. نضيفوا الكاس الثاني ونخلوها على النار حتى تعقد لنا البنات. نضيفوا رشه نتاع الملح ورشه نتاع الفلفل الاسود، تقدروا تستعملوا جوز الطيب البنات، انا هنا ما عنديش جوز الطيب. هنا حبيباتي كملنا على صوص بيشاميل، تحصلوا عليها شويه ثقيله، نطفوا النار ونروحوا بعيد على النار البنات. نضيفوا نصف الكاس نتاع الحليب اللي خليناه، نفرغوا ونخلطوا مليح حتى يعني تتكون لنا صوص بيشاميل شويه خفيفه البنات باش تكمل لنا الطياب في الكوشه. نخلوها على جهه ونروحوا نوجدوا الدجاج. في مقلاة مسخنة مسبقا حطيت بصلة متوسطة، بلا ما نديروا الزيت البنات، نشوحوها مليح 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 حتى كامل تفقد هذاك الماء اللي فيها يعني، وتعطينا واحد الطعم شباب شباب بالبزاف. هنايا في هذا الوقت هذا نضيفوا الملعقة الأولى تاع الزيت، الملعقة الثانية تاع الزيت والملعقة الثالثة. نحركوا مليح، من بعد نضيفوا الملح ونحركوا مليح حتى يعني يذبل لنا هذاك البصل شو جا ذايب ذوبان البنات. هنايا في هذا الوقت هذا كي نشوفوه كامل تكرمل، نضيفوا الدجاج والفصوص تاع الثوم اللي انا ما نقطعهمش باش يعطوني الطعم فقط، ماشي الطعم هذاك القوي، الطعم المليح والبنين تاع الثوم. في هذا الوقت حبيباتي نضيفوا رشة الكمون اللي يعطينا ذوق رائع للدجاج. الى عندكم لي زيبيس نتاع الدجاج استعملوهم، الى ما عندكمش الكمون يكفي. نحركوا مليح على نار عاليه والدجاج ياخذ تحميره شابه ويتكرمل البصل ويذوب ذوبان مع البنه، ما نقولكمش البنات. هنا حبيبتي نضيفوا الكريمه السائله، ولا ما عندكمش البنات تقدروا تستغنوا عليها، ولا ضيفوا نصف كاس نتاع الحليب
نخلوه برك يبقبق ولا نقولوا حنايا يغلي غليه برك، ومن بعد نطفوا عليها البنات ونروحوا للمونتاج نتاع البلا تاعنا. هنا عندي هذا البلا نتاع الزداجه البنات، وعندي الروز اللي وجدته جا على حبه البنات. هنا حبيبتي نضيفوا نصف كميه صوص البيشاميل، ونخلوا النصف من بعد نضيفوا ثاني نصف الكميه نتاع الدجاج، ونخلطوا مليح بهذه الطريقه حتى يعني نسجموا المكونات. الا جاتكم شويه يعني مخصوصه البيشاميل، هنا حبيبتي تقدروا تضيفوا شويه تاع الحليب. صوص بيشاميل كنت ضفت فيها الفرomاج، وانتم ضيفوا فيها، ولا تقدروا ما تضيفوش الا ما عندكمش. انا حبيبتي راني ضفت الجبن الاحمر، انتم الا ما عندكمش يعني ضيفوا اللي عندكم، ولا ما تحطوش كامل الفرomاج، ديروا فقط صوص بيشاميل. وهنايا نخلطوا ونحطوا نصف الكميه في البلا، يعني غادي نقسم الكميه على 2. ضفت القسم الاول نسقمو مليح في البلا، من بعد البنات نزيد نضيف شويه تاع البيشاميل، وضفت النصف الكميه الثانيه نتاع الدجاج اللي خليتها من قبل. نسقم مليح البنات، ومن بعد نعاود ندير شويه تاع الملح البنات، رشه خفيفه، ومن بعد نزيد ندير الفرomاج شويه تاع الرند من الفوق هكا باش يعطينا هذاك الذوق الشباب، ونكملوا كامل الكميه تاع الروز مع الدجاج، ونسقموا هكا السطح. نضيفوا فوقهم لا بيشاميل اللي بقات كامل الكميه، نكملوها باش يجينا هذاك السطح اللي يجي كريمي. نضيفوا الفرomاج كيما اللي عندكم، الا ما عندكمش البنات ما تضيفوش. حطوها في الفرن اللي شعلتوه مسبقا 200 درجه، خلوها حتى كي تحمر مليح مليح، وبالكم تنشف لكم تقريبا مده الطهي 15 دقيقه. هنا كيما راكم تشوفوا الشيرات درت الروز، ودرك نقلع الاخرى ونخلي الروز يطيب شويه. هاي يعطيك الصحه، يعطينا الصحه امي. هذه ايوا هذه شوفوا البنات الروز يطيب، شوفوا الجمر كي شباب، ودروك نخلوه يطيب، ومن بعد نعاود نرجع لكم. نتوما تديروه في الكوشه العاديه. شيرات غادي نشوف الا طابت ولا مازال. شوفوا البنات طابت وتحمرت، الله الله دوك نحيها. ما طقتش نجبدها، وقع غير شاهد الكساغ. هنايا شيرت والله ما طقت نجبدها. بسم الله بسم الله بسم الله. شوفي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بابا الله يبارك. مفلفله. شوفوا الشيرات، شوف نزنازي، وراهي النزنازه، وراهي نزنزه، هاي نزنزه وراهي النزنازه امي. حنا كي في المروج في المروج شوفوا هكا العين دير كيما هكا نديرو نزنازه. هاي تنزنز. وانا دوك البورطابل تاعي دوك يطفى من الحمان. عندك شوف شيرات مش عارفه الا النزنازه هي بينت لكم، بصح دوك البورطابل يذوب. هاي تمزمز هنا، هاي تمزمز هنا. البنات شوفوا كيف نحوها ونروحوا لداخل نقسمها لكم كي تبرد شويه البنات. هاي حبيباتي الكوشه اليوم كملنا معها. نورمالمون كي نديروا الكوشه امي نشعلوها نديروا شحال من حاجه. اليوم ما قلناش الله غالب عيينا، بصح نوعدكم ان شاء الله في الفيديو الجاي واش راح نديروا امي. ان شاء الله نديروا الكسره مع حاجه فطور مع دجاج ولا حاجه. لا نجربوا فيها دجاجه ثاني. نجربوا انا نقول لك حتى ولو كان نتسلفوا. ايوا المهم نشوفوا الدجاج هنا كيفاش البنه تخرج. كيفاش تخرج. ها هي حنا نذوقوا ونقولوا لكم الشيرات نشهوكم في الجنه ان شاء الله. هذه اللي مرة 49. ايوا ونور 49 صحه امي. بقاو على خير، دوك نشوفكم من بعد. ها هي نقسموا لكم شويه وتشوفوا هكا امي. هنايا كما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش تقسم بالخف. هنايا هكا كما راكم تشوفوا يجي روعه في الروعه. ندوقوا شويه. عطينا كركاتي. هاي بسم الله. ونذوق انا ثاني. شوفوا البنات روعه زبه.
زوبا لا. نظام هما اللي يقولوا زوبا. جيرة شهيتكم في الجنه، انا راني من الصباح وانا نجبد انا وامي. رانا جيعانين والله ما كاينه والو، ما حتى القهوه ما شربناش. نقول لك هما يقولوا زوبا. راني مليحه سوبر. والرواسه يقولوا خرشو. هاي خرشو. كانت جارتنا طاليه شيرت جا روعه في الروعه. نقول لك جاني كريت الرز كيما هذا. هاي شوف راي عطيني قولي امي. لقمه الزوجه قال لك واحد ما ياكلش، ما يكونش فرد وحده. شوفوا البنات كيفاش جا روعه في الروعه، ان شاء الله تجربوا. شيرت موتزاريلا يولي لكم هاك، ديروا موتزاريلا. يعطيك الصحه شباب بالبزاف. نروح نصلي ان شاء الله تجربوه بصحتك. في الاخير واش راح نقولوا؟ كل وحده دخلت القناه نقول لها مرحبا بك، اللي مازال ما اشتركتش نقول لها اشتركي في القناه، شغلي زر الجرس لكي يصلك كل جديد. دمتم اوفياء والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ان شاء الله.